بدال ما نشتري قطعة واحدة تعالوا نسوي صينية كاملة ألذ وأرخص من سينابون، وطبعا فريش. نص كاسة موية دافية، ملعقة كبيرة خميرة، ملعقة صغيرة سكر. السكر بيخلي الخميرة تتنشط. طبعا هذه الحركة بنسويها عشان نتأكد ان الخميرة شغالة، عشان ما تخرب كل المكونات. نقلبها كويس ونغطيها ونسيبها 10 دقايق في مكان دافي. بس اهم شيء تتغطى بشيء مضلل او ما يوصل الإضاءة للخميرة عشان تتفاعل. نص كاسة موية وملعقتين دقيق. هذا تكنيك آسيوي، وكمان تكنيك أهلنا في الصعيد. هذا المخبوزات بيخلي المخبوزات هشة وكده، يعني تجيك طرية. نقلبه كويس وندخله في الميكرويف 30 ثانية. هنا بعد ما طلعناه من الميكرويف شوفوا كيف نقلبه كويس عشان نفك الكتل منه. التكنيك الثالث، نص كاسة حليب، أحط عليها غطا خل عشان أخثره، أخليه كده مقطع. خلاص دحين خلصنا الثلاثة أشياء. هذه الأشياء المهمة بنسويها برا. أربع كاسات دقيق وبيضتين وربع كاس سكر أو أكتر عادي على حسب الرغبة. نص كاسة زبدة طبعا سايحة. نحط هذا كله في العجانة أو على يدكم. شوفوا بالله كيف الخميرة كده، نتأكد ان الخميرة يعني ناجحة 100%، والعجينة بتطلع ناجحة ما بتخرب. نخلطها 10 دقايق. طبعا بيكون في ربع كاسة دقيق على جنب، نخليها لو احتاجنا دقيق نزود، ما احتاجنا خلاص. نخمرها ساعة كاملة. هذه الحشوة 5 ملاعق كبيرة قرفة و5 ملاعق سكر وزبدة مسيحة. شوفوا كيف صارت، اصلا طعمها في دي الخطوة انا احب اكلها كده صراحة. نحط دقيق عشان يكون سهل الفرد. بعد ما نخلص فرد ننفض الدقيق هذا، ندهن الزبدة، نحط الحشوة. في ناس يحبوا يحطوا كاكاو، انا ما احب الكاكاو اصلا، انا اكره الشوكولاتة اصلا في العموم. الفها كويس وانفض اي دقيق على السطح كده. اواسيها اجيب السكينة المشرشرة واقطعها. في ناس يقطعوها بالخيط. احطها في صينية واسيبها هذه في تخمير تاني. شوفوا بعد التخمير التاني، طبعا هذا التخمير بياخد نص ساعة كمان، بغطيها واسيبها تتخمر نص ساعة. شوفوا كيف شكلها. ادخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة ل 30 دقيقة. طبعا الصوص اللي سويته لها الحليب المكثف والتوفي تقدروا ترجعوا له في الحساب. شوفوا بالله كيف شكلها، مرة هشة ولذيذة. التزيين مفتوح، وعليكم بألف عافية. جربوها وقولوا رأيكم.